عدى وقت كتير ما استفدتش منه حاجة، اهتميت بحاجات ملهاش لازمة. كفاية بقى سذاجة. اعمل ايه عشان طز في الناس؟ الفعل لازم يكون مني لنفسي الاساس. بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عمرك تصارح نفسك او اللي منها باقي. بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عمرك تصارح نفسك او اللي منها باقي. فترة الوهم، عيش في حب وهمية وصاحب دي ودية، العب بمشاعر بنات الناس سبب لهم أذية. سيبك من المشاعر واذكر اللي حبوك، سبب للقلوب دي حسرة حسر أمك وأبوك. سيبك من الالتزام بلاش تفاهات، كم واحد أفنى نفسه الحاجة اتنست لما مات. عاوزك تبقى راجل انشف واشرب دخان، لو في نفسك حاجة فأن لها الأوان. اهمل دراستك وطز في مستقبلك، ما تسمعش النصيحة واقفل بق اللي بيسألك. دي حياتك انت عيشها بطريقة مثيرة، والناس هتبصلك بعيون مليانة غيرة. اصلا عاوزين يعملوا زيك بس مش قادرين، ما هو الممنوع مرغوب بس هم غلبانين. ختمت ده كله لحظة كترت فيها الهموم عليك، مش عارف تعمل ايه ومفيش حاجة بايديك، وبعد كده بترجع تندم. بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عاوزك تصارح نفسك او اللي منها باقي. بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عاوزك تصارح نفسك او اللي منها باقي. هتتحط في موقف ما تتحسدش عليه. تعمل ايه لما تكتشف انك شخصية جهلة، عملت كل حاجة في دنيا اصلا مش مستاهلة، وان الناس كرهتك حواليك بس اشكالك، وبين ثانية والتانية حصل اللي ما جاش في بالك. خسرت دنيتك وخسرت اخرتك، وانك في بحر ذنوب بتغرق في بخرتك، وانتهت حياة المتعة تعرف ان الدنيا زايلة. عشت الحلو فيها بس لسه الوحش جايلة. بص دلوقتي في المراية وقول لي هتشوف ايه؟ هتشوف واحد نص ميت اليأس مسيطر عليه. هتفضل ساكت كتير؟ لسه برضه عاوز تقاوح بتدور على تبرير؟ احسبها صح مرة، انا نفسي تفكر لو كان سعرها في الارض بقيمتها تتقدر. قدر قيمة اللي بقولهولك عشان سعره مفيش، بس انا نفسي اوصلهولك. عارف الفرق بين سعر الحاجة وقيمتها؟ بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عاوزك تصارح نفسك او اللي منها باقي. بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عاوزك تصارح نفسك او اللي منها باقي. كارهني عشان بصرحك؟ ايش تكرهني؟ اقفل التراك دلوقتي، مش مجبر انك تسمعني، ما هو انت مش هترجع تصلح اللي عملته لما تتسأل عن عمرك فيما افنيته. ماشي صح في الغلط، محتاج تغيير مسار، واهم نفسك بجنة عارف انها نار. محدش هيغيرك، التغيير ده نابع منك انت، يعني محتاج مين؟ كفاية عيب على سنك، وانا برضو مش ملاك اعتبرني انا كل ده، بس مش راضي عن نفسي فما ترضاش عن نفسك كده. يلا نبدأ بأول خطوة ناخدها انا وانت، ننسى اللي فات ونخلي الصح لينا سكة. بكتب في التراك وانا من جواي متحير، عمال بقول لنفسي ان اللي يسمع هيتغير. صغير انت ولا كبير؟ انا بحاول اوصل فكرة، اسف لو خليت تعبير. يا ريت والله يا ريت. واجه نفسك دلوقتي وكن عقلية نايرة، امشي مستقيم بدل ما تلف في دايرة. لو الكلام مش عاجبك اعتبرني بكلم نفسي، انا عامل حسابي على كده لكن عمال بداري يأس. بتواجه نفسك ازاي وانت عقلية متخلفة، شخصية مغالطة بتبرير الغلط متفلسفة، بتلف وتدور بناقش صوت الصائي، عاوزك تصارح نفسك او اللي منها باقي.